الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، عيدكم السابق أو الماضي مبارك، ونرجو الله أن يتقبل منا ومنكم ما قدمناه من العبادات والطاعات والتوبات والاستغفارات إن شاء الله، ومتعنا وإياكم بالصحة والعافية إلى العام القادم إن شاء الله. سنعود إلى ما كنا نتكلم عليه، السيرة النبوية، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكنا قد توقفنا خلال شهر رمضان. اليوم سنعود ونتكلم بإذن الله عز وجل عن المكان الذي توقفنا، سنستمر فيه إن شاء الله. برایت عزیز، عید وای کو درباس و سیچارو بری مبارک به خدا قبول که، طاعت و ایما عبادت ما ذکریم هر چیز ما خدا قبول که. خدا حتی رمضان سال هاتیج صحت و عافیت بدمه، به درد و به کل، به تندرستی، به صحت کباش، به آرامی، به حضور، به صحت کباش ام بیجن، به خیر و برکت و ها چیترم بیجن، به خیر و برکت بن ستاره خدا ده حتی رمضان هاتی خدا عز وجل عمر بدمه ان شاء الله. ودزانه مسیره نبوی یعنی حیات پیغمبر مدخوان ام سر رمضان دم سکنی مگو سر رمضان ها نم بحث درس رمضان تشتی کو حکم رمضان ام بیجن ایرو ام سادس بسیره پیغمبر بکن، حیات پیغمبر علیه الصلاة و السلام جیو که ام سکنی نم جویدا بردوام بکن ان شاء الله. اوی جوید عقل بدا مانه یعنی ان عندك مرج بير وانا كان بهوا قريدن احداث كتي قوتن اخبار ونوچه مر بهوا قريبده جيب كم ساكنين موجوده دس بكم باذن خدا. كنا في آخر درس قد تكلمنا وقلنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الخبر من مكة بأن أهل مكة استعدوا لهجوم قوي على المدينة، فقالوا سنقضي عليهم هذه المرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الخبر. اليوم سنتكلم حول وصول الخبر والاستعدادات الأولى للمسلمين في المدينة لهذه المعركة الكبيرة. وصل الخبر إلى النبي عن طريق عمه عباس. عباس في ظهر لم يكن مسلما، ولكن في الحقيقة كان دخل في الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يبقى في مكة كعين، يأخذ الاستخبارات ويرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعباس هذه المرة لم يخرج معهم، قال قد أصابني ما أصابني في بدر من الأسر ومن المال، هكذا خسرت كثيرا، هذه المرة لا أحب أن آتي. ولكن حينما خرج الجيش كتب كل التفصيلات، كم رجال في النساء، المدرعات كما نقول، طيارات، دبابات، حسب هذا الوقت ما معهم. فأرسل مع رجل، وهذا الرجل قطع المسافة من مكة إلى المدينة خلال 3 أيام، 500 كيلومتر، ولكن مثل البرق 3 أيام وصل، فأعطى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سنقول بعد ذلك ماذا كان رد الرسول وماذا قام به الرسول صلى الله عليه وسلم. حفتا درس ما داوی مگو ملت مکه خو آماده کرن، گو تمام ایجا جاره هات ام ایریش سر مسلمانا بکنو ام انتقام خوشوان بستین. پشت بدر شرکی مازن چی بو؟ جبدر حتى احد شرک آنم بیجن شر احد یجوی حتى مشرک مکه چند تشتا کردن گوان پشت ریو خسبی بکن. ابو سفیان تابع 200 حب ظلامی هات آبی سر مدینه ورد آویدا دار مارا شوتان 10 حب ظلاما کشت ورد آویدا تش مشتا کر، یعنی گو انا دیک از بیجم ما تشتکی کر دوین آویدا خو آمادت کرن امی چه بکن چه نکن، خو حاضر کرن به هیزک قوت، هیزک مازن. وی وقتهانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم خبر جرات کی خبرش پیغمبر راشاند و کانا تلفون تنه بون تلسیس تنه لاسل کیتنه تشتکی تنه آب پیغمبر عباس خدا جرازی به وی وقت عباس هجا ظاهرا نبو مسلمان، ظاهرا کتاب هاد بجن دبی عباس ببو مسلمان، ولكن اسلامیت اخو بشارت بو چونکی مجبور خواهی تجارت قبول مکه بو گره بمانه. حتىش پیغمبر گوتوات خوازم ورم مدینه، پیغمبر گوتی ناناتل مکه دا بسنه تجمره لازمی بیا معنا بیا زان چیه چعبی، یعنی استخبارات جاسوسی تجمره کی تجمره لازمی برات تجمني انا عندك ازانم تخبر كي مره بچني خبره راست درول مناكي پشتيك ملت مكي حاضر كر في سف في جاري عباس در نكر. عباس قال والله از في جاري نكارم برم لورد بدرد از هاتم از اسير كتم و پركي پرجم ساندن چونكي پري ويج ساندن لا يبري اسير كتو پريج پیغمبر جسان قلت اپي پريت ايت فريج فدي فرج اپ خساند، يعني عفو ما فوتنه ور حاصل
عباس فيكر بهانه قو از في جارين كارم ورم يعني جار كي هاتم مالم خرابو از اسير هاتم لا يبري من اسير كات و بري دنياي مدام محمد يعني پر پر پیغمبر جسان يعني قلت پر بيني پر هي حتى عباس قلت پر متنا پیغمبر قلت عباس تجنا اخرتي برات تفيك پر داي تقوا وانا بشر جبون روح خراب يعني ام الفضل عباس به والله ايش خدای بخاطر کس که نزانم دایش داخو پیغمبر گوتی خودش مرا گوتی تا اینکه برادات گو بشره بیا چت بچنا بعيش الدنيا بلا کی ته سر من مصیبت کی تبیا بشره ور حاصل پیغمبر جسان یعنی و فردا ایجابی جاره عباس در نکد عباس رابوت وکی خبر عسکر قریشه توب کر چند حب ظلام چند حب سلاح مازنم سلاح بچوکن و حسب وان چقاسن دوی وان چقاسن خریب چقاسن آوان دهاتیه کی ملت دی ور حاصل توا نوت کر توا نفسان oda zilame ki gote zu biginin Muhammed biginin Medine. Evi zilame hanet nava se roja da git Medine se roj. Mesafe nabere Meku Medine iro otopeze neze 500 kilometre ha. Nava se roja da veka tayare kabine bazda fakir الحسبي بتشو نوا se roja da بشكل ki zu خوگیان Medine خبر da peygamber اما انا تماشاكن peygamber gişte çıkır. Ama ana يجي بيجن. طبعا بعدما وصل الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا كلمات مهمة. الرسول صلى الله عليه وسلم والقائد الحكيم أحيانا يحافظ على الأخبار ويحافظ على السرية. الرسول لم يعلن أيها الناس هجموا علي، أخفى الخبر. وكان الحكمة كذلك يتطلب بأن الرسول يتأكد مرة أخرى. قد يكون هناك مشكلة في الذي أتى بالخبر، ربما غير الرسالة. يعني نعم الرسول يقول بأن عمه عباس أرسله ربما يكون شيء آخر ليس مثل الآن يكون لديه استخبارات وورقة وأمور سرية هكذا. فالرسول أولا تأكد أرسل صحابيا الحباب ابن المنذر قال اذهب وتأكد من الخبر عن بعيد كم عددهم، وكذلك أخفر خبر عن العامة، ولكن بدأ يستشير الكبار والقادة والذين لديهم خبرة السياسية، وكذلك صاحب الكلام المسموع أو الكلمة المسموعة في المدينة أصحاب القبائل الكبيرة يعني. بدأ يستشير ويسأل ويقول ماذا يوجد ماذا لا يوجد. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل هكذا، أولا تأكد من الخبر، وحينما عاد إليه الحباب هذا الصحابي المحترم قال نفس ما قال له هذا الصحابي، قال يعني ربما 10 زيادة و10 ناقص. من البعيد عدهم وقدر الجنود المجندين الرجال الذي يمشون على الفرس على الجمل ما معهم ليس معهم، تقريبا نفس الكلام الذي وصل إلى النبي من عمه عباس. فالرسول أولا تأكد من الخبر، وبعد ذلك استشار الصحابة وأخفى الخبر. وحول هذا الإخفاء سنقول كلمة حصل مع الرسول ومع أحد الصحابة. خبر گیش مدینه تشتک پیغمبر کرد تماشا کرد انسان بعاقل چد که یعنی پیغمبر کردی کلمه که دبی دفو زنید که دست خو دفید خیل دفید خو معنی اعلان کی اعلان نکر حکمت جانت خوازت اعلان نکی و شرطی بمینه ترس نکه و نوا ملتی تیزانه بیتی کنگی بی خبر جوان را بیشی پیغمبر و شرط یک آد دو یا گوج از تماشا کن بلکه اوی ظلامی کش مرا بی خبر یعنی بلکه حیله کی تیده به ورداوی دا یکی وشاند بنا عباس به صحابی کی دنه کو واکنو بعاقل و زیره که جهات یا زانه تخمینات اشتاد که یعنی او خوش علم کیه مثلا بر اختیار ما بحث کردن اون بیدر زانه چنه بیدر گنه مرماتی نیست لوان داره دبه اینکه انسان هاتن دگو بر تنکه و قیاس دی هبون دگو اقوى تقریبا وتبيجن كيل تنكه بيجن چه علبه يعني تنكه مثلا كبرى دگو تقريبا 100 تنكه بیا یا نوتونه یا صدویت یا صد درد کد هفته در نت که 150 در نت که او قصه تخمین هم قوت بو او جهاتی بون یعنی با پیرم خاطر رحمه الله کد بو قال اوج یک جوان بو دگو زانن اشخاصه یعنی او هیچ انسان دیش بحث کرد دگو او کنه بيجن لا قوا یعنی یا پشکی زده یا پشکی کم فرق کا زده در ناکه یعنی پیغمبر بی صحابیشان ناوی حبابه گوهر تماشا کجا روش شواه ابجی چوش دوری و طبعا حتی او چو کیشتو بشکل کی کوینه دیننجی چو تخمین کر ورداوی دا تماشا کر اوج عین خبرش پیغمبرانی گو تقریبا او قصه ظلامن او قصه حسب وان هنا او قصه دوی وان هنا او قصه دمشن تقریبا نفس خبر هات گوتن یعنی
یا 5 حب کم یا 5 حب زده یعنی و تقریبا او قاسانه درکت خبر راسته یک پیغمبر در حال اعلان نکر بان صحابی مازن کر اوی کو شر زانه بکن و اوی مسئول و برپرس عائله خوی مازنن باوی وی عائله بان وان کر گورن وی خبر هانه گوتشتک واکینو هی ام چه پلان و استراتژی ام پلان خو چه بکن ام چه حرکت بکن پیغمبر بانوان کرد او گبر کس کی پینه حسانه حتی که ام باش با خود پیلانه کی درست کن هیچ امش ملت اخرى بجن قالوا جماعت آماده بن حاضر بن ریا مأوت تشتکی واکینو بیکو ترس بکه و ناو ملت گرت پیلانه کی با خود چه کی پیغمبر تشتکی و ساکینو کرم آنا سرانا تشتکی بجن کو خبر پچکی درکت ملت قصب عاقل بوش پیغمبر ادگوت من نوا تشتکی و هاد درکتیه فالرسول قال للصحابه اكتموا الخبر يعني الذي استشارهم قال لا تخبروا حتى أزواجكم بالأمر ولكن ما حصل سعد ابن ربيعة من أهل المدينة ومعظم الكبار من أهل المدينة والقادة كان هناك سعد ابن معاذ وسعد بن الجبل وسعد بن معاذ وهكذا سعود أسعدهم الله فهذا سعد ابن الربيع زوجته تسمع حينما الرسول يتكلم مع سعد فهي تأتي إلى زوجة تقول ماذا قال لك الرسول هو يقول ما لك وتسألين منذ متى تتدخلين في أمري فهي تقول قد سمعت ما قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يقول يا رسول الله هي سمعت وأنا لم أقل لها ماذا تريد أن أعمل بها إذا انتشر الخبر لا تظن بأني قد نشرت الخبر فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعها لا بأس هي ليست من الخائنات هي ستحافظ على الخبر فهناك ما نفهم سرية الأمر الكبار والمسؤولون والقادة عليهم أن يحافظوا على أسرار حتى من الأزواج كذلك ولكن اليوم ترى كثير منا له أصدقاء وله أصحاب له زوجة وزوج وهكذا من الأجانب ومن الأجنبيات حتى من الأعداء ويظن بأنه صديق فكل أسرارهم يذهب إلى الأعداء فانظروا إلى كيف تصرف الرسول والصحابة كانوا يحافظون على أسرار الدولة تشتكي كنت فردا تشيبو تشتكي بالكيشة جمع كردارش قالك مهمة يعني بيا شعبي خفاكن پیغمبر گو وی خبر آنش کسی را نبجن اوی که بوانا خبر ده ممتن زانبن کسی برا نزانبه تشتكي تشيبو صحابي که ناوی سعده وقتی که پیغمبر پر خبر ده بدزی و شرطی دنگ چه جناوی جی جنه یعنی پشتا پرده دا پشتا داری دنچه که داوی که پیغمبر درته اویا ته جنک ته اسلام خورد به پیغمبر شتا گوچه واه بشکن که دات سوال کاره متکی افکارته تو هاتیجم سوال کی پیغمبر شتا را گوته چه دبی دنگ هات من پیغمبر شتا را گوچه چه شتا را گو حالو مسئله که واکینو فقیرو دو ترسه در حال چه جن پیغمبر به رسول خدا والله دنگ چه جنه بجرا نگوت یعنی تشت خبر در که نجمنه های تجربه من نگوتیه دنگ تا چیه که تو چه امری متکیز بینم سر جناز گویی کاش کم لیکم بکم حفصه چه بینم سروی براوی خبر بلا نه من نگوتیه والله تزانی پیغمبر بنا هدف جبرده افجن اتا وقبل جنک خائن نه راست دنگ مچی من پیراب زی طرف دگل تزی خبر داد دنگ مچی کم بجن چه لا ارادیه دنگ چیه که لجناتا خبر ما بلا ناکه جبردم چه فهمت کن هناك سرته جرها من هبن سرته سر دولته سر مالباته لما هنكي قانون دولته دا قانون عسكري دا خصوصا جنا يكجبان عسكرا جرا جناي خريب نبه جن نخريبه جرا جن خلق قوام به حتى نه باسبور داي كاوي الويات به يا بخل في دولته هات به دنياي جنك لفي دولته هات به دنياي يعني الدولة قضية هات به دنياش بروبلمته دا جنسية باسبورت او دولة قادنه و بروبلمته دا يا عسكريه دا خيره سر دولته تشن يعني اجا ايرو مع الاسف تشتي وساكرون لا من نمت بالق دي سروك جناوي جكدنه جناوي قضيه ها جناوي د باسبورت يعني باسبورت كيفي دولته دولة قادين هاي ما شاء الله مسافي كري يعني سيستم الدنيا نو ساكنه سيستم قال سراي و شرطي تده هبه يعني ایجا معنا سفر تماشات کی مزگفته ما بگیرن کامله ما بگیرن دولت ما بگیرن به دین محمد آشکاراه دین محمد آشکاره نه به شکلی هانه حکایه که اجبارا بشم تا اینکه بینوا در که ود روکی شوانه کی کرن امام شوان و امامتی
فاتحه بدنجي لمجا نيفرا فاتحه بدنجي بلند خوان شو ركوعي سبحان ربي العظيم بلند خوان تحياته بدنجي بلند خوان لمجا جهري يعني شفانا شي امام تيكرني امام غلطيه جماعتي بقري نكرنا امام وانا حاصل داوي جرا قلت يا ما تكر امام ده تفاتحي خوان ما دنجي خنكر ما اقول قيتل نافها قصتيه سبحان ربي الاعلى بدنجو سبحان ربي العظيم بدنجو تحياته بدنج خوان ودين محمد عشكره قلت فسكي بشارتيتنا يعني يعني بفي عقليته هاني دين محمد عشكره ولكن سريته قراها بن البيغمبر حساب كنتي جنيوان بحسنو جنيوان ها جنا پیغمبر عایشه پیغمبر تشکی جرا بگو تا عایشه ابو بکر را ندگوش باوی خورا ندگو سره يعني سره ایجا مع الاسف انا بتشتا جنه خورات بجن ياجي يك يقنا بشه ادبي فلان كاس جنه خورا قلت اسماش مرا نگو حيروي غلطي كده ما ايش مجبور بكم سره قرا نيغوتن قبل جمع نما اوش عيبه ما طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم جمع المجلس العسكري واستشار بهم والرسول كان حكيما حتى لا يحصل خلل جمع الصحابة وقال الأمر هكذا والرأي هكذا أولا أظهر لهم رأيه قال الرأي أن نبقى في المدينة ونتحصن مدينة بلدنا ونحن نعرف الشوارع والمنازل وهكذا لأن الجيش الذي يهاجم عنده من الأسلحة ما عند المسلمين لا يوجد عندهم لا دبابة ولا مدفعية ولا طيارة نفس فحينئذ إذا المسلمون يواجهوا المشركين في المدينة سيستعينوا بالأطفال وبالنساء بكل شيء حتى الأطفال يمكن يطلعوا على سقوف المنازل ويرموا الجنود بالأحجار يعني يمكن فالرسول قال هذا رأيي فماذا تقولون فحصل ما حصل معظم الصحابة الذين لم يشاركوا في حرب بدر ومن المشاركين حمزة كان شجاعا جدا أحيانا الشجاعة فيها ضرر إذا كان الشجاع شجاعته أقوى من عقله فهو يتضرر المفروض العقل يتحكم في الشجاعة حمزة كان شجاعا أكثر قال لا أسمح أن يقول المشركون هاجمنا وحاصرنا المدينة لا نعطيهم هذا الشرف سنخرج إليهم فاضطر في الأخير الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستعد ويقبل رأي الأغلبية الذين قالوا سنخرج فقبل رأيهم وقال سنخرج هذا أولا قال لهم رأيه وبعد ذلك استشار بهم وقبل رأي الأغلبية حينما قالوا نخرج فالرسول قبل بالأمر پیغمبر صلى الله عليه وسلم صحابي خويك شربان امجرد بجن مجلس العسكري يعني الشورى جواتا عسكر نبي زنگين اوه كشار فعم دكن تشتي ساكنو پیغمبر وان قوم كر اجا مسألة ذكر قالوا جماعته حقيقتك اواكينو هاي ورن كام چه قرار خو بدن واتني جامع راهاتم قوتك امازن ايريش مدكن پیغمبر صلى الله عليه وسلم بعاقل وحكيم بو هم پیغمبر وهم بعاقل وحكيم بو جبون صحابي وشاشتي فعم نكرن تشتي خجوان را اشكرا قو من فكرة من اوه بو هاتن جامع تاني فكرة من اوه امج مدينة در نكبن ام دناوا مدينة در بر اورم كبن ناوا مدينة لو راكو هاتن بكبن ناوا مدينة يعني ام تخمين دكن ام تكارم بوان باجار ما کولان منه جعده منه سوقاق منه سوقاق الديار بكرم بين كوچه يعني وانا منه گو ام دکارن ظلام لاری کدا شر بکن جن مج آری کدا دکارن زارود کارن آری کدا ام هرن سر خانی بانا بکبرال وان خن زارو کو جن میانه وی وقتی ام ظلام تننا جن مج آلی کاری مدکن زارو که مج آلی کاری مدکن ام بسر وان بکبن پیغمبر چما بی کلمه هانه گو لورا اوه کتین سیلحی وانو سیلحی مسلمان تقریبا وکهوه تشتاکی غریب دست وان داتنه نه وکا ایرو کتد بجی از برال نیاره مرب که نوا باشر از مال وان خراکم نه نیاره تا تایرای هبتن کاریب نیاره خو ده باباوی توپ و تانقی هبتن کاریبه اینکی مسلمان ما کرد ما وان تشتی واکینو تکرن اب نراستن یعنی براول نوا باشر ده باشر تن کاری خندق ایرو خندق پیغمبر قیاس سره خندق پیغمبر ایک هاتن ده بابای وان تن تایرای وان تن بو حسب وان بو حسب تجهه دوی تجه دمشن تجي بمشي اجا تدها چتر زاني لورا مالاته تجنا را بي در سر فرقاتم كبرال وان خندو كبر في شكل هاني پیغمبر گو فکر من اووند بين چه توب بون صحابنا خصوصا اوه گنجه كنا چونه حرب بدر او اوه پرميرن ميرانيه وانج عقلي وان زده تره حمزه یک جوان بو خدیجه راضی به پرمير بو حمزه ميرانيه ويج عقلي زده تر بو ميرانيه وي
ميربو تراخ ميربو شوفوا حرب بدريج يا حرب بدريج مالا وان خراكربو يعني مالا وان حرب جل ملال خود كن دبي يكيج اسير مكي جويا او يكهبو و بلكي وفيلم حمزه فيلم شيكنا ديتنا او برشا نعمه برشا كيد سنغاوي دابو يعني كربو جبونه وتو خي برشكي كيبو وتو حمزه وتو مالا ما خراكر بكردي بجن قرامه اني قلت مالا ما خراكر او كيبوش برش ما تكشت يعني حمزه قو نامي دركبن يا رسول خدا پیغمبر قو فكره من ابا حمزه قو نامي دركبن كما قو والله قد تحملهم تنك قريشي هر ميدان ياخذ بكن بجم ام چونك النابا مدينه ما وها اني سريوان قد اسبي تحملناكم قال في شرف النبي نسيبوان يعني قال نچ نبجم شو دورج مدينه قلت نكربون دركتانم بیا قبولناكم شرفهم بیا قبولناك وتشكي ديش ترتيان قو اگر کو کردید بجن دور پیچ حصار يعني انبار گوان زیده دوام که خوارنا مبقده بر داویدا لی پیغمبر دگو مراقا نکن ای خریب اون ای خوارنا وان بقده اوش دور هاتنه ام خواه مالنا يعني ام تکارم بخورماج اداره بکن او خریب هاتنه وار حاصل فكره پیغمبر نات قبول کردن گو ام دركبن بريارة چوند نيدان طبعا قبل ما يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرهم قال رأيت رؤيا البقرة تذبح ورأيت كسرة في سيفي قسم الذي يقطع فيها كسور في السيف ورأيت نفسي في حصن لباس العسكرية يعني حصن هذا دروع فيقول بماذا تؤول يا رسول الله قال الحصن المدينة يعني لو نبقى في المدينة سنكون محفوظين نحن فلم يسمع هذا الكلام الكسرة في السيف في قسم الذي يقطع الرسول صلى الله عليه وسلم عبره بأنه سيقتل بعض أفراد أسرته هذا أعبر هكذا والبقرة رجال من صحابة سيقتلون يعني الله عز وجل أخبر النبي أو أراه في رؤيته ماذا سيحصل والرسول أخبر الصحابة رجال من صحابة سيقتلون وبعض أهل سيقتلون ولو بقينا في المدينة سنكون في الأمن وفي الحفظ ولكن قدر الله وما شاء فعل أخذوا قرار الخروج فاستعدوا للخروج پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوا كديد خوا خوش جواناغو خوا پیغمبر حقا پیغمبر قوم خوديت اد جل من جل درع زرخي حربي لمن قوم بياديت قوم ديت شور تادي شوره جيق جيت كي اوه قوم ديت دوه شوره من شكاندي تدا چهونه شكيه هنكي قوم ديت بقره چهلك سري اون هاتيا جاي كرن سري چهلك هاتيا جاي كرن چهلك اینک يعني بتركي وساكنود بيجن دبن يا رسول خدا معنا بي خواته چيه خوي پیغمبر حقا پیغمبر جي تعبيره خوي لتخست قو او درعي هانيكم الخو كربو مدينه دا پاراستينه قو ازوياد بيجم دوه شوره من شکاندناوی گو هنکی عائله من ایورن کشتن ازواد بيجم يج عائله من هنکی ورن کشتن او چلکی هانيجي گو اي صحابيه مج هنکی ورن کشتن صحابيه اي پیغمبر بوان را عمره کی درباز كره قو ازواد معنا ليت خمه يعني وقت بيجم يعني وقت بيجه مادام امج مدينه درد كبن سناريو اول پیشیامه يعني عائله مج هنکی جورن کشتن و صحابيه مج هنکی ورن کشتن و بعد زانم چه ور سر مش بريارة دركتنا دان طبعا أمر آخر الصحابة حينما كان رأي الأغلبية منهم الخروج فالرسول قال خلاص إذا نخرج على بركة الله دخل بيته حتى يلبس فهناك روايات يقول بأن عمر وأبا بكر الاثنين بناتهم كان عند النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وعائشة دخلوا مع النبي إلى بيته وألبسوه لباس الحرب شدوا عليه الدرع وهكذا فالرسول بينما هو في الداخل الصحابة استشاروا وقالوا ربما أكرهنا الرسول على الخروج فإذا خرج الرسول نقول له يا رسول الرأي رأيك ماذا تقول نفعل هذا فبعدما خرج الرسول أظن سيدنا حمزة رضي الله عنه بالنسبة بأنه عم النبي فيقول يا رسول الله كأننا أكرهناك على الخروج فاعمل ما شئت ما رأيك سنقوم ونطبق رأيك الرسول يقول لا الرسول حينما أو نبي الله حينما يلبس لأمته أو درعه لا ينزعه إلا حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه خلاص فما دمنا لبسنا سنخرج القرار هكذا
فإذا عزمت فتوكل. لا يجوز أن تعطي القرار وبعد ذلك ترجع قرار آخر ترجع، فالناس لا يثقون فيك، يقول هذا رجل متشتت الرأي والقرار، لا نثق بماذا سنفعل، ماذا سيقول لا ندري، فيقول ما دمنا قررنا سنمشي على بركة الله. پشتی قراردان گو امی درکبن پیغمبر چکر صلی الله علیه و سلم چو مالا خود جلی خلق جلی حربه وقت جلی یکابون هن کتاب بیجن ابو بکر و عمر جی پیراچون هندر لور هر توجی خزور پیغمبر بون قیزی هر دل مالا پیغمبر دابون گو امهرن آلی کاریا پیغمبر بکن جلی وی حربه لیک جلی بری بون یعنی حتی پیغمبر ده حبال خود کرد دزر خاصر هفدال خود کرد یعنی کاتن آلی کاریا پیغمبر کرن جلی ولی کرن فرداوی دا تشتی کوی وقت چه هبو یعنی جلی پیغمبر تاج منفر عسکری نوان حسن دان سری و جلی لیکرنج دان دن آلی کاری کرن شوری و تشدیوی اوی حاضر کن صحابه ناف خود خبر دان والله سانکی ما پیغمبر مجبور کرها ما سانکی شاشتی غلطی کی کر ای ام چه بکن ج حمزه را گوتن آپ پیغمبر تی کو پیغمبر در کت جرا به یا رسول خدا تا گوچ برا کاتبه ام پوشمان بود مشترا گو الا مدر کبن اما رأیت چه ما کاتب کن پیغمبر در کت حمزه گوه رسول خدا والله ما خبر دان اف خدا وکاک ما شاشتی کی کربه یعنی ما تا مجبور درکتنه کربه تدخوازی بسکنه اما بسکنن تماشا کن قرار پیغمبر علیه الصلاة والسلام گو نا امی درکبن ما قرار دایه پیغمبر خدا گو جل خو کجاره کدی جل خدر ناخه حتی شر نکده گو خلاص ایش زارو کبیا نا پیغمبر خدا جل خو که جاره کدی وان جلانه در ناخه حتی شر نکده حتی خدا بریار خو نده گو در ناخه میدی جویام چه فهمت کن تسروک بی ترهبر بی گرت تاگو اره هره مادام و قرار کیدا توی قرار تطبیق بکی اگر پیغمبر بگوتا نه تمام نه تمام جلی خدا خن سه ساعت باشه بگوتا یا رسول خدا ولا کرم درکم جاره قدی مهاد بجن لیست که قی یاریا من داله نه پیغمبر گوی دیجاره قدی مادام بریار درکت ندام درکم چد ببرابه خلاص می درکم یا الله یعنی سروک و رهبر خواهی آخا خبردان خوب بنیدی ایرو اواز صبح اواز حد باشه لوما قالك جماعت و جامی و دولت و گروب و هنک پیش داناچن دبین ایس حد کی باشه دبین ناس پوشمان بوم دس حد باشه نانا ولا خوازی پوشمان نبوما خوازی پوشمان نبوما جار قدی لی خوازی منهوا نکره نه خوازی مزینی نه یالیت چه نابر تبریارات هری پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی درس داوان مادام بریار دایه بر هر کس بزن بکو آخافتنا ما یکم بمشن ساکن فرداوی داتنه والله درکتن پیغمبر علیه الصلاة والسلام دیگه وان خو آماده کرو و دست بکرن چون طبعا امر آخر نحن نعيش في عصر إذا استشرنا مع بعض أصدقائنا حول أمر من الأمور رأينا هذا ورأي صديقنا شيء آخر وإذا قرر الأغلبية رأي صديقنا نحن نقول نعم ولكن في قلبنا وفي داخلنا نتمنى الفشل لرأيهم حتى نثبت لهم بأننا كنا على الحق في رأينا ولكن الرسول لم يكن هكذا صلى الله عليه وسلم لا كان يحترم رأي الأغلبية وإذا قرر الأغلبية أمرا ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم جميع أفكاره الإيجابية للتنجيح أو للنجاح هذه الفكرة الجديدة حتى ينجح لا يتمنى لهم الفشل حتى يثبت بأنه كان على الحق لا فما دام الأغلبية قال هكذا وأمرهم شورى بينهم الله يأمرنا فإذا الشورى قرر أمرا من الأمور فعلى الرسول أو الرسول كان هكذا يقدم جميع ما لديه من الأفكار ومن الخطط الإيجابية لنجاح الفكرة الجديدة ولكن اليوم نحن بالعكس نقول يا ليت يفشلوا في الأمر حتى يعلموا بأني كنت على الحق ولكن الرسول لم يكن هكذا فقدم رأيه حتى يحصل على النتيجة الصحيحة الإيجابية في الحرب يعني سنقول بعد قليل أو ربما في الدرس القادم في الجمعة القادمة إن شاء الله كيف خطط النبي صلى الله عليه وسلم لنجاح الفكرة الجديدة ولنجاح المعركة تشتكي غريب وعجب قالوا جماعته پیغمبر صلى الله عليه وسلم قرار ده امی درکبن پوشمان مونتنه یالله هایده میهرن دفرده تشتكي چه ایرو پرانی ام نوهانه پیغمبر گو ام ناچن وانا گو ام درکبن سر چعبا ام درکبن پیغمبر علیه الصلاة والسلام چه کرد چه پیلان و پروژه پیغمبر باش هبون جوانا گو جبانه کب سر بکبن
جبون قازانج بکن ایرو ام چه بکن قبا جهره جامید به جهره کوملت به جهره مسئله دولت مسئله تجارت ام وقتی که دیگه دوست و برای خرودین فکر خود بشن از بیج من گوتی سپی برایم گوتی راش ویا گوتی هشین جماعت قرار دا گو برای هشین به آمن قبول نکردن اچد کم از هر دعات کم ادبی ان شاء الله ون رزیل ببن ان شاء الله مسر نکبن خیره برازان من که فکرم ده راستر بو ام ایرو في حاله ما افا يعني ما دام وفكرهم قبول نكر يا ربي ورازيل ببن ام دعايات كن چه شيطاني وخرابيش هبه مجوانات بيجنا فكرك خراب مجوانات بين برابسر نكبن صبي رود نوا ملت دا بلا ملت بيجا ولات راست بو فكرته باشتر بو وانا گهداريات نكرن پیغمبر وها نكر عليه الصلاه والسلام ما دامكم ما قرار دايا ام دركبن لو خديج امر پیغمبر كريا گوتي بوانا خبر ده فكرك بيجن شورا به معنوي تي توب بي فكرك قبول كي جماعته فكرك قبول كر قام دركبن پیغمبر صلى الله عليه وسلم جبونه کو بسر بکبن جبونه کو قزانج بکن چه قاسا پیلان و پروژه پیغمبر باشه و پیغمبر تب جوانا گو قام وهاب کن جبونه امسر بکبن لیک ایرو ام بونا یادی وقتی ما بگو تبسم اواکن بکن برا تب زان بن ای حقلی ازبم برا مالا وانج خرابه برا بس برا زامن ای راس ازبم پیغمبر نه لو رم تب هورانه يعني هم مالا وخرابو وش هر کسی را دیار کردن که از راست ما چه قیمت آوید مینه پشتک مالا مخرابو پشتک هم هاتن کشتن پشتک هم بندست بون چه قیمت آوید مینه تحقلی یا نحقی يعني فقیر و پشتک هات کشتن هات کشتن ها برچی هات کشتن نتیجه ده هات کشتن لو چه قیمت آوید مینه تحقلی بود نحق بود راست بود شاش بود قیمت آوید نامینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشتک کرد توکی پلان پروژه که هفتاتی هم بیشن وان فکر خوش پیغمبر جوانا گو مادام قرار درکتن دایه امی وها بکن جوان ام سر بکفن ام وها نکن ام سر ناکفن جوان سر کتن که هفتاتی ما خوان و نیو وقت بزنم که پیغمبر چه قصه پلان که خوش جوان درکتن ایجا جوانا گو یعنی آلترناتیو اول پلان یکی لمدینه ده در نکتن آد دویا تیساجی ان ریا جوان شکل خوش متد خوش سیستم حربه ان اخوش کر جوان که سر بکفن امی تماشا کن که پیغمبر چد کرد و ایرو ام چد کن پارتی ملو ملت متشکی چد به و فکرم قبول نکرد اره ایجاد برا خدای و رازیل بکن حیل کرو امتد واخیره کی دانه امتد مال کی دانه بو ما فکر تقبل نکرد تو نفرات کی برا مال مخرب به وی تشته مکر ما وی تشته کر برا هر کس زانه به فلان پارتی شاشیتی کرد فلان جماعت شاشیتی کریه کرو مال متبب هبر خیرات بیانه كلمة عربية تبي علي وعلى أعدائي برا مالا منو مالا نيارم تفخربة تشتكي راست إننا يعني پیغمبر وها نكر عليه الصلاة والسلام خدا عز وجل صحة وعافية بدو حتى حفتاتي مع الحياة بله ام بلان و پروژه پیغمبر جبونه في شرع مازنه كو دو تاريخ دا ناف دائم وان بخيرين إن شاء الله نرجو الله عز وجل متعنا أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية إلى الجمعة القادمة إن شاء الله ابقوا تحت حفظ الله ورعايته إلى أن نرى أو نلتقي في الجمعة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.